اجي البنات نحضروا الحلوه اللي دايره ضجه في مواقع التواصل الاجتماعي، لكن بطريقه مختلفه وغير بثلاثه المكونات، سهله وسريعه واقتصاديه، والاهم كتجي بزاف بنينه وهشيشه كتذوب في الفم. قبل ما نبداو لا فيديو ما تنساوش تخليو لي لايك والضغط على زر الاشتراك في الصفحه ليصلكم كل جديد، والبارطاج لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم والعائله باش كلشي يستفاد. تبعوا معايا الطريقه. بالنسبه للمكونات غادا نحتاجو كاس ديال الزيت، كاس العنبه ما يعادل 150 مليلتر. غادا نحتاج كذلك جوج فلون بنكهه الشوكولا، الفلون الكبير 4 اشخاص اللي فيه السكر، لان هاد الحلوه ما غاديش نضيف فيها السكر. ممكن تستعملوا فلون بنكهه الكراميل او نكهه البندق، لكن هاد الفلون كيعطيها واحد المذاق رائع جدا. كندمجوا جيدا الزيت مع الفلون، لان الفلون تيكونوا فيه الحبيبات ديال السكر، خاصنا ندمجوهم مزيان. بالنسبه للدقيق غادا نحتاج 2 كيسان وكاس مع مرش ديال العنبه ما يعادل 170 غرام. انا ضفت الكاس الاول، غادا ندمجو جيدا مع الزيت ومع الفلون كما راكم كتلاحظوا. من بعد ما دمجت الكاس الاول مع الخليط غادا نضيف الكاس الثاني من الدقيق. دابا غادي نستعمل يديا كما راكم كتلاحظوا، كنجمع العجين غير بالاطراف ديال الاصابع ما كنعجنوش. بالنسبه للكاس الثالث مع مرش غادا نضيفه تدريجيا، كما كنقول لكم دائما البنات بالنسبه للدقيق كنضيفوه تدريجيا لان كتختلف نوعيه الدقيق. يقدر تستعملوا نفس الكميه اللي استعملت، يقدر تنقصوا شويه، يقدر تزيدوا شويه على حسب نوعيه الدقيق، لان الا فوتوا فيها الدقيق كتجي قاصحه وما غاداش تجمع لكم، لان ما استعملنا فيها لا بيض لا زبده. بالنسبه للقوام ديال العجين كيجي بهذا الشكل هذا كما راكم كتلاحظوا البنات، كيجي رطب بزاف، يعني القوام كيجي رطب بزاف وما كيتلصقش كما كتلاحظوا، ما كيتلصقش وكيجي رطب بزاف. وملي كنبغيو نشكلو كيتشكل معنا بكل سهوله. هانتوما البنات كما راكم كتلاحظوا بكل سهوله، وفاش كنضغطوا عليه ما كيتشققش. يعني دابا راه العجين ناجح 100%. بالنسبه للدقيق انا استعملت 2 كيسان وكاس مع مرش. بالنسبه للكاس الثالث شطط ليا فيه هاد الكميه هادي. مباشره كنبداو نشكلو في العجين كما راكم كتلاحظوا، كناخذ واحد الكميه اللي هي قليله من العجين، من بعد كنشكلوها على شكل كريات، من بعد كندوزوها في السمسم او الزنجلان بهذه الطريقه هذه كما راكم كتلاحظوا. كنضغطوا على الزنجلان باش يلتصق لينا مع العجين، لان الا ما التصقش لينا فاش غنوضعوه في الفرن غادي يتحيد. يعني يستحسن نضغطوا عليهم مزيان او ندوزوا العجين في بياض من بعد ندوزوه في الزنجلان، لكن انا اكتفيت غير بهذه الطريقه هذه. بالنسبه لطريقه التشكيل كما راكم كتلاحظوا كنشكلوا على الشكل مستطيل، لكن العجينه تكون غليظه والحجم يكون صغير. غادي نعاود معكم مره ثانيه باش يكون الفيديو واضح. كما راكم كتلاحظوا كنهزوا واحد القليل من العجين كنشكلوا على شكل كريات، كندوزوه في الزنجلان بهذه الطريقه هذه، من بعد كنضغطوا على الزنجلان باش يتلصق لينا مع العجين. كنشكلوا على شكل مستطيل، لكن العجين خاصو يكون غليظ والحجم خاصو يكون صغير. كما راكم كتلاحظوا بالنسبه للطريقه سهله وسريعه والمكونات بسيطه جدا، وكتحصلوا على واحد الحلوه اللي هي راقيه ولذيذه بزاف. من بعد كنوضعوهم في الصفيحه ديال الفرن اللي مفرش فيها ورق الطهي. كما قلت لكم في الاول حاولوا تصغروا الحبات، لان الطريقه ديال التزيين كتبين لنا الحلوه ديالنا كبيره. كناخذوا واحد الملعقه اللي هي رقيقه من الجناب، كنحاولوا نشكلوا فتحه وسط العجين، كنحاولوا نكبروا الفتحه بهذه الطريقه هذه، لان فاش نوضعوهم في الفران غادي يتنفخوا، يعني باش تبقى لينا الفتحه باش نوضعوا الشوكولات. كنحاولوا نجمعوهم بالجناب باش ما يلتصقوش لينا. كندخلهم الفرن على درجه حراره 160 درجه. بالنسبه للعافيه خص تكون مهيله ما تكونش مجهده. في الاول كنشعلوا الفرن غير من التحت تيقربوا يطيبوا، من بعد كنشعلوا ليه من الفوق.
دغيا كيطيبوا ما كياخذوش معنا بزاف ديال الوقت. ملي كنحيدوهم من الفرن كنحاولوا ما نقيسوهمش نهائيا حيت تيكونوا رطبين، كنخليوهم واحد المده. كنوضعوا الشكلاط اللي ذوبنا في حمام مريم، كنشكلوا خطوط بالشكلاط الاسود، كندوز الكيردون في الوسط باش تعطي لي داك الشكل رائع. اذا كما شفتوا معايا طريقه سهله وبسيطه، راه ما كياخذوش الوقت نهائيا، وفي نفس الوقت لذيذه بزاف وكتجي راقيه جدا، من ألذ واسهل الحلويات اللي ممكن تحضروها في هذا العيد. كنتمنى منكم التشجيع، وعيد مبارك سعيد، وكل عام وانتم بالف خير، والسلام عليكم وشكرا لكم.